بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وحال. معاكم اخوكم اسلام صبح، وباذن الله هنتكلم مع بعض دلوقتي في المحاضرة السادسة وهي بعنوان بلاد فيزلز. فعايزك كده قبل اي حاجة تسمي الله وتصلي بينا على النبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة هي محاضرة سهلة جدا، اغلب الكلام انت عارفه اخدته في ثانوي، فيعني ما اعتقدش اضيف لك جديد، هيبقى بس ان انا بقرا لك الداتا، ولو في حاجة انت ما تعرفهاش اكيد طبعا هشرحها. تمام؟ طيب نسمي الله. مبدئيا كده المحاضره بتتكلم على الاوعيه الدمويه، يعني هنتكلم على القلب والاوعيه الدمويه وهكذا. طيب مبدئيا كده الدم اللي ماشي جوه هذه الاوعيه الدمويه، الدم ده عباره عن ايه؟ البلاد او الدم ده عباره عن حاجتين. اول حاجه عباره عن خلايا، الخلايا دي كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، صفائح دمويه وهكذا، عادي خالص. طب هل دمك عباره عن خلايا؟ لا، انا دمي اللي عارفه ان هو سائل، صح ولا غلط؟ فايه السائل ده بقى؟ قال لك هذه الخلايا بتسبح جوه سائل، اللي هو مين؟ اللي هو البلازما. يبقى انا كده عرفت ان الدم عباره عن حاجتين، عباره عن خلايا وعباره عن بلازما. ماشي الكلام كده؟ طيب لما جه يوصف لك في التعريف وقال لك دمك، قال لك دمك عباره عن كونكتيف تيشو، وهتعرف في الهيستولوجي ان شاء الله يعني ايه كونكتيف تيشو، ده وصف لنوع معين من الخلايا. خلاص؟ طب السؤال هنا، هل خلايا الدم دي زيها زي اي خليه في جسمك؟ مش فاهم. خلايا جسمك كلها قاعده في مكانها ثابته. طب والدم قاعد في مكانه ثابت؟ الاجابه لا، الدم بيتحرك ماشي في عروقك، صح كده؟ فخلايا الدم ديت مش زي اي خليه، هي نوت فيكسد ان بوزيشن، مش ثابته في مكانها، لكنها بتتحرك فريلي جوه السائل بتاع الدم. انهي الجزء السائل من الدم؟ اللي هو البلازما. انا حتى الان ما قلتلكش اي حاجه، قلت لك ان الدم ده عباره عن حاجتين، عباره عن خلايا وعباره عن بلازما، بس كده خالص، ده اللي قلته. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. طيب بعد كده حب يعرفك القلب ويفكرك بيه، وانت برضو عارفه من الاحياء، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن اوضتين واوضتين. خلاص؟ ايه الاوضتين الصغيرين اللي فوق؟ اتنين اتريم اللي هم اتنين اوزين، ماشي، واللي تحت فنتركل. طيب هناخد كمان شويه الدوره الدمويه الصغرى والكبرى والكبد وكل الكلام ده، فمالهاش لازمه اقولها لك دلوقتي. خلاص؟ طيب يبقى حتى انا ما قلتلكش اي حاجه، قلت لك برضو ان القلب ده كلام بديهي، هو عباره عن ايه؟ اتنين اتريوم، خلاص، واتنين فنتركل، رايت وليفت ورايت وليفت. غير كده عندك اتريوم واتريوم، اوضتين بينهم حيطه، صح؟ فده اسمه الحاجز اللي بين الاثنين اتريوم. ترجم الكلام بالانجليزي، الحاجز يعني سيبتم، بين يعني انتر، يبقى انتر اتريال سيبتم. بالمثل تحت عندك بين الاثنين فنتركل اللي هما البطينين في حاجز برضو، يبقى انتر فنتريكولار سيبتم، في حرف ام هنا. ماشي الكلام كده؟ انا حتى الان برضو ما قلتش اي حاجه، فكرتك بالدم والكلام ده انت عارفه من الاحياء، وفكرتك بالقلب والكلام ده برضو انت عارفه بالاحياء. طيب نخش بقى على محاضره النهارده وهي الكلام الفارغ دلوقتي. هنقارن بقى دلوقتي، انا عمال اقول لك اوعيه دمويه بلاد فيزلز، هي عباره عن ايه اصلا؟ بص، وانت قاعد دلوقتي كده جرب بص على ايدك او على دراعك، هتشوف ايه؟ هتقول لي والله انا شايف عروق لونها كده اخضر، هقول لك برافو عليك. العروق اللي انت شايفها دي الفينز او الاورده. طب والشرايين؟ مستحيل تشوفها، امال بتحسها. تاني، الشريان بتحسه. طب بتحسه ازاي يعني؟ بينبض. ماشي الكلام كده؟ طيب يبقى اذا حتى الان ده اول فرق فهمناه. فهمنا ايه؟ فهمنا ان الفين ده او الوريد ده، جرب وانت قاعد دلوقتي مثلا حط ايدك على اي وريد باين في جسمك، اي وريد باين، هل هتحس منه نبض؟ الاجابه لا. لو حسيت نبض ده مش هو، ده يبقى في شريان تحته. ماشي الكلام كده؟ طيب يبقى اذا دلوقتي انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان الوريد ده ما بينبضش، فاول حاجه بستنتجها ان هو نوت بالسيتنج. امال الشريان؟ لا بالسيتنج، بينبض. ماشي الكلام؟ طيب تاني حاجه قلت لك اللي باين ده وريد، اذا بستنتج ان الفين ده ممكن يكون ايه؟ سوبرفيشال، يكون موجود فوق، اما الارتري لا، مستخبي تحت. ماشي الكلام كده؟ يبقى انت بتلاقي الوريد ده ممكن يكون فوق سوبرفيشال، واكيد ممكن يكون مستخبي تحت، مش شايفه انت عادي، فاهمني؟ انما الارتري مستحيل تلاقيه فوق. اشمعنى؟ هقول لك حاجه، الارتري ده هو اللي جاي دايركت من القلب. مش فاهم؟ القلب عمال ينقبض، صح ولا غلط؟ يعني عمال يضخ الدم، فكل ضخه من دول بتسمع في الارتري. هو بص القلب اهو، خلاص، وفي الاخر مدي مين؟ مدي ارتري، ده رسم بسيط، ماشي؟ فكل لما القلب يضخ الضخه تسمع، تمشي فين؟ تمشي في الارتري. معنى كده ان لو شخص مثلا اتعور، خلاص، او مثلا اتغذى بسكينه، او مثلا اي حاجه، خلاص، والغزه دي او الضربه دي جت في شريان، انت هتشوفه بيسرسب دم ولا نافوره دم؟ لا، نافوره دم. ماشي؟ اشمعنى نافوره دم؟ لان الدم اللي خارج من الشريان بالسيتنج، نبض، بيتنفض كده. هقول لك حاجه، فاكر الشخص الامريكي اللي اغتيل من فتره، اللي هو مش فاكر اسمه، حاجه كلارك تقريبا، ده خد طلقه في زوره، خدها في الكاروتيد ارتري بالظبط. ركز في الفيديو كده لو تقدر تشوفه يعني، هتلاقي ان خرج من زوره نافوره دم، ده اللي اداله دكتور، مش قناص، فاهمني؟ اداله في مقتل حرفيا. فانا بقول لك ايه؟ بقول لك دلوقتي ان الشريان لما يجي يتخرج الدم بتاعه بيكون دم خارج نافوره، معنى كده ان هو ايه؟ جاي من نبض، خلاص. وعشان كده يعني معنى كده ان هو الضربه فيه خطيره، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خباه لنا جوه الجسم.
تحت العضلات بقى، جوه العضلات، وهكذا. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. يبقى حتى لما قلتلكش حاجه عارف ان الشريان بينبض، وانا انت عارفين الكلام ده. الوريد ما بينبضش، الوريد يبان لك فوق، الشريان ما يبانش. ماشي الكلام؟ طيب نيجي بقى على وصف احسن شويه، والوصف ده انت اللي هتقوله بعينك. هقول لك بص معايا كده، ده شريان وده وريد، قول لي ملاحظ ايه؟ هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، انا اللي ملاحظه ان يعني اللهم صل على النبي كده، اليوم هنا، اليوم اللي جوه هنا في الشريان ضيق، في حين ان في الوريد هنا لا واسع كبير. خلاص. حاجه تانية، الجدار في الشريان لا سميك، الجدار هنا رفيع. هقول لك كل اللي انت قلته دوت بيحاكي الميكانيزم او الشغل بتاعهم. مش فاهم يعني الشريان ده ربنا سبحانه وتعالى خلاه لنا يكون جداره سميك ليه؟ عشان يستحمل ضغطك. افرض مثلا كان جداره كده عمره ما يستحمل الضغط ده، ينفجر. واخد بالك؟ بالذات بقى لو انت بتجري او بتعمل مجهود، فانت بتنهج، فانت شغال ضخ دم اسرع واقوى. واخد بالك معايا؟ فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلق الشريان ان هو يكون ايه؟ يكون الوول بتاعه سميك، واليوم من جوه يكون سمول. يبقى الارتري بتاعنا ماله؟ اليوم من جوه سمول والوول سك، على عكس تماما الفين. لا، الفين بيكون الوول بتاعه رفيع جدا واليوم من جوه واسع جدا. ماشي الكلام؟ طيب ايه تاني؟ بقول لك والله كلام بقى كلنا عارفينه. الشريان بيشيل دم عامل ازاي، والوريد بيشيل دم عامل ازاي. الارتري بيشيل دم نظيف، دم خلاص اتنضف في الرئه وحصل له اكسجينيشن، دم محمل بالاكسجين، وبالتالي هيروح بيه لكل التيشو بتاعتك يغذيها. التيشو اتغذت خلاص تبدا تدي فضلاتها للفين اللي هو الوريد، يرجعه للقلب فينظف الدم، وهكذا الدوره ماشيه كده، الدوره الدمويه. خلاص. يبقى اذا الارتري بيشيل دم ايه؟ اوكسجينيتد، في حين ان الفين لا نون اوكسجينيتد. ولكن في قاعده، لكل قاعده شواذ. الحوار ده بص يا ريس، دلوقتي هقول لك حاجه. انت ده قلبك خلاص، ماشي؟ الاذين اهو، اذين الايمن او الرايت اتريم بقى خلاص جمع الدم من السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا. ماشي الكلام؟ طيب راحوا فين الدم؟ في الرايت اتريم، يبدا يديه للرايت فنتريكل. ده كله حاليا دم جالي من وريد، دم جالي مش نظيف، نون اوكسجينيت، عايز اعمل له اوكسجينيشن، عايز انضفه. فيبدا الرايت فنتريكل ده يبعته للرئه عن طريق بالمونري ارتري. اتفقنا ان اي شريان خارج من القلب رايح لعضو اسمه ارتري، صح؟ بالمونري ارتري دوت شايل دم دلوقتي ايه؟ نون اوكسجينيتد. وهنا تشذ القاعده، لان القاعده بتقول ان اي ارتري شايل دم نظيف، انما هنا ده شايل دم رايح ينضفه. واخد بالك معايا؟ بس نفس الفكره بتحصل بالظبط في الجنين وهو لسه في بطن امه. لما احنا كلنا في بطن امهاتنا، انا قاعد دلوقتي في الرحم في بطن امي، متوصل لي الحبل، المشيمه اهي، الرحم اهو ماشي، الرحم اهو يا سيدي، تعالى نعمل كده الرحم يا سيدي اهو، المشيمه قاعده هنا اهي خلاص، وانا قاعد اهو جوه، تخيل ان ده انا والحبل السري بتاعه اهو خلاص. ايه اللي حصل دلوقتي؟ وانا قاعد في بطن امي انا غرقان دلوقتي في السائل خلاص اللي هو في الرحم. ماشي الكلام؟ فانا حاليا الرئه بتاعتي مش شغاله. طب السؤال، مش انا بنمو دلوقتي؟ طب ازاي هنضف الدم بتاعي؟ فربنا سبحانه وتعالى خرج مني الحبل السري ده وجواه شريان رايح خلاص ووريد راجع. السؤال بقى هنا، الشريان اللي خارج مني ده، اللي خارج مني رايح ده رايح ينضف الدم بتاعي عند امي خلاص. اما الدم او الوريد بقى اللي جايب الدم ده جايب دم نضيف من امي. واخد بالك؟ فهنا السؤال، شريان اهو، شريان وشايل دم مش نظيف رايح ينضفه. واخد بالك معايا؟ انما هنا وريد برضه شايل دم نظيف لانه جاي بيه خلاص من الام خلاص. الورد الشريان دول لما انت بقى تكبر خلاص بيبقى اسمهم امبلايكال ارتري. بتبص عندك بالسره ماشي، وحبل السري اصلا السره يعني امبلايكس خلاص، والحبل السري امبلايكال كورد. فاسم الشمال دول امبلايكال ارتري وامبلايكال فين. يبقى اذا عندي شواذ القاعده هم بالمونري ارتري وفين، وامبلايكال ارتري وامبلايكال فين. يا دكتور انا هتلخبط فيها، اذا كنت في ثانوي اصلا هتلخبط فيها. احفظ واعكس. يعني ايه احفظ؟ ان كده الشريان كده اوكسجينيتد، ما عدا لو جاب لي الرئه شريان رئوي لا يبقى هعكس، يبقى ايه؟ نون اوكسجينيتد. طب امبلايكال برضه نون اوكسجينيتد خلاص. نفس الكلام الفين شايل ايه؟ نون اوكسجينيتد. بس لو وريد رئوي لا، ده كده دم نضيف خلاص، الدم اتنضف في الرئه وجاي لنا على القلب تاني. ماشي الكلام كده؟ يبقى اذا الدم اللي جانا على القلب تاني دم نضيف بس كده. نفس الكلام بالظبط في الامبلايكال فين. صعب الكلام ده؟ انا حتى الان ما قلتلكش اي حاجه، انا كل اللي قلته بس في الحوار دوت قلت لك ايه؟ قلت لك ان الارتري بينبض، الفين لا. قلت لك ان الارتري ماشي على عمق، الفين لا فوق السطح عادي. قلت لك ان الارتري لا ده الوول بتاعه سك واليوم بتاعه ضيق خلاص اهو. اما الفين لا العكس، الوول هو اللي ثن، واليوم من جوه كبير واسع خلاص. قلت لك ان اي شريان شايل دم ماله نضيف ما عدا الشريان الرئوي والامبلايكال. اي وريد شايل دم مش نضيف ما عدا الوريد الرئوي والامبلايكال فين برضه. ماشي الكلام كده؟ طيب بس كده يا سيدي، ده كل الحوار. بيقول لك انا في اول واحده دي بيقول لك ان الشريان بياخد الدم من القلب يوديه لباقي الجسم، الوريد بيعمل العكس، بيجيب الدم من الجسم يرجعه للقلب. ده كلام انت عارفه اصلا
طيب في لفظه عايز اعرفك عليها، لفظه ايه؟ تفرع الشريان وتفرع الوريد. الشريان لما يجي يتفرع بيتفرع ازاي؟ قال لك هو واخد دم من القلب ويبدا يمشي كده ويتفرع. ماشي، تفرعات بقى كتير. خلاص، التفرعات دي شكل الشجره، هي رايحه تغذي، فقال لك والله يعني تفرعها بنشبهه بالشجره. امال الوريد لا، بنشبهه بالنهر او بالمصرف. مش فاهم فكره الوريد ان انا اصلا ما بقولش عنده برانشات، لا انا بقول عنده تريبيوتريز. يعني ايه؟ يعني انت عندك مثلا وريد اهو، وريد اهو، يتجمعوا يعملوا وريد واحد. الشريان كان العكس، شريان ينقسم يد اتنين. فاهم حاجه؟ ده اللي عايز اوصله لك، ان الشريان بيتفرع، اما الوريد لا بيتجمع، اهو بيتجمع كده، انما ده لا، ده بيتفرع الشريان. علشان كده بسمي الشريان بفروعه شبه الشجره. اما الوريد لا، بقول عليه عنده تريبيوتريز مش برانشات، بقول عليه ان هو شبه الريفر. ماشي الكلام كده؟ خد بالك الحاجات ديت هي ام سي كيوهات، الحاجات دي ام سي كيوهات. امين امين. طيب اخر حاجه معانا، وهو عايز يفهمك ليه شكل الدم، او بيقول لك يعني ان شكل الدم في الوريد مختلف عن الشريان. دم الوريد بيكون لونه غامق شويه، خلاص بيكون لونه غامق شويه، اما الدم الشريان بيكون لونه فاتح كده، برايت ريد. خلاص. تاني بيقول لك ان الاصابه في الشريان بروجكتايل، يعني نافوره الدم خارجه، انما في الوريد لا، دم بيتسرسب منك، في فرق بينهم شاسع. خلاص، يبقى انت دلوقتي ايد واحد بينزف مثلا، مثلا دي كده ايد واحد، خلاص ايده بتنزف الدم والدم خارج نافوره جامده كده، مين اللي بينزف حاليا؟ شريان. ده خطر، دي مصيبه، ده خطر. انما بيتعور وبينزف بس الدم بيتسرسب كده على ايده، بينزل بيتسرسب، ده وريد عادي. خلاص ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. ده بالنسبه للمقارنه بينهم. صعبه؟ لا مش سهله الحمد لله، مش صعبه. طيب فتسمح لي، انت عارفني، هتسمح لي نعمل كده سريعا بقى عشان ننجز نفسنا. يلا قول لي نقارن بينهم شريان ووريد بسرعه. اول حاجه هنا الارتري اهو، وهنا الفين. سريعا كده عشان ننجزها. الارتري ماله يا سيدي؟ ها، كان بالسيتنج بينبض، اما الشريان لا، الارتري ماشي على عمق، ماشي ديب، اما الشريان لا، ماشي سوبرفيشال. خلاص، الارتري دوت شايل دم نضيف، دم اوكسجينيتد، اما هنا لا، دم مش اوكسجينيتد. خلاص، كان القاعده دي ايه؟ شواذ، شريان رئوي او يعني الوريد الرئوي، واللي هو الامبلايكال ارتري والايه، والامبلايكال فين. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. قلت لك ان الاصابه هنا في الشريان مالها؟ الاصابه هنا بروجكتايل بتنبض، اما الاصابه هنا لا، الدم بينزل كده كونتينوس. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. شكل الدم هنا بيكون احمر غامق اللي هو دارك، اما هنا الشكل بيكون برايت ريد. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. والبقيه اللي هي تفرعات بقى، هنا برانشات، هنا تريبيوتريز، هنا بنشبهه بالشجره اهي، هنا بنشبهه بالريفر. ماشي الكلام؟ بس كده، ده الحوار كله. واهم حاجه في حوار اليومن ده ان الشريان لا ده عامل كده، الوريد لا ده عامل كده. اظن فرق واضح. خلاص، هنا الوول ثيك اليومن ضيق، هنا الوول ثين اليومن واسع. شكرا. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. طيب بعد كده في حوار بقى بيحصل دلوقتي، ان انت مثلا قاعد في الشتاء حلو، الدم في رجلك سقعان، انت رجلك سقعانه، فالدم فيها طبيعي يسقع. طيب الدم ده المفروض انه راجع فين؟ راجع للقلب. طب في مشكله، هل الدم هينفع يرجع ساقع للقلب؟ دي مصيبه، دي كارثه. فايه اللي يحصل؟ الشريان وهو معدي في رجلك كده يقوم يعدي او يعمل ايه، يتشبك كده حوالين، معلش، الوريد وهو راجع للقلب من رجلك يلف نفسه كده حوالين شريان. اشمعنى لف نفسه حواليه؟ عشان حاجتين، اولا يتدفى، ده اولا عشان الدم اللي يروح للقلب يكون دم درجه حرارته مظبوطه. تاني حاجه، ما الشريان بينبض. مش فاهم، انا دم دلوقتي جاي من الرجل من تحت، انا جاي عكس الجاذبيه اصلا، فده حوار تاني. انت فاهم؟ فعشان الدم ده يمشي عكس الجاذبيه لازم على الاقل ياخد زقه، فالزقه دي بتيجي من حاجتين، اتذكر لك هنا منهم حاجه واحده، حوادث اللي هي ايه؟ اللي هي البلسيشنز بتاعه الارتري. خلاص، بتساعد ان الفينوس ريتيرن، ان الدم يرجع تاني للقلب بسهوله يعني. خلاص، ايه تاني؟ يدفي الدم. طب قلت لك ان هم حاجتين، الاولى ان هو يلف حوالين الشريان، صح؟ تاني حاجه ان الوريد ده مثلا يعدي جوه عضله، فلما تنقبض عليه نفس فكره الشريان بالظبط، لما العضله تنقبض خد دفعه فيطلع عرضه اسرع، وهكذا. خلاص كده؟ الحركه بقى دي ان وريد يلف على شريان اسمها فينا كوميتنس. اسمها ايه؟ اسمها فينا كوميتنس. صعب الكلام ده اعتقد ولا في اي حاجه صعبه؟ ماشي الكلام كده يا ريس؟ انا حتى الان ما قلتش اي حاجه، بقول لك ان ممكن وريد يلف حوالين شريان ليه؟ سببين، اساعد في رجوع الدم وعشان يتدفى. صعب الكلام ده اعتقد ولا في اي حاجه صعبه؟ طيب نيجي على انواع الارترز. انواعها ازاي يعني؟ هقول لك والله حاجه بسيطه، الارترز الارتري يا اما يكون ماشي كده مستقيم ربنا هديه، يا اما يكون ماشي معرج كده بس. يا اما ستريت ده اللي هو مستقيم، يا اما تورشوس ده معرج. خلاص،
ترشوس زي ايه مثلا؟ هقول لك بص هنا كده في الصوره دي، في عندك في وشك كده الفيشيال ارتري، بص ماشي عامل ازاي، مش مستقيم، لا ده معرج كده، فهو ماشي كده بنسميه ترشوس كورس، يعني ماشي ازاي؟ ماشي معرج. طيب في اليوتراين بتاع الرحم، بص الصوره دي كده اهو، بص ماشي معرج ازاي، مش مستقيم. في هي مش مذكوره عندك بس انا ضفتها لك، في اشهر ارتري ماشي ترشوس في الجسم، السبلينيك ارتري، ده في البطن، ده في الجي اي تي هيكون بص يعني مهم جدا، فاعرفه احسن من دلوقتي. ده في البطن بيكون ماشي كده، بص نفس الطريقه، تك تك عامل كده اهو، ماشي الكلام، ماشي الكلام. طيب ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لشكلهم، كلام عادي، كلام عادي برضه ما فيهوش اي حاجه. طيب بعد كده بيقول لك ازاي الارتري بينتهي، يعني ايه ازاي الارتري بينتهي؟ اقول لك ثانيه واحده. انت قلت لي الارتري دلوقتي خرج من القلب صح؟ القلب اهو مثلا، ده القلب يعني خرج من القلب وراح لحد الخليه، طيب وبعدين يعني هينتهي فين؟ ايه نهايته؟ الخليه ماشي، الخليه بتسلم وريد ماشي، الارتري ده بقى هينتهي ازاي؟ هقول لك بص، اول حاجه يبدا ان هو يتفرع تفرعات اصغر لحد ما يوصل لشعيرات دمويه، خلاص. طيب الشعيرات الدمويه دي بتكون تجمعات كبيره من الشعيرات الدمويه، خلاص، فبنسميها حاجه اسمها كابيلاري بيد. يبقى اذا هو بيبدا ينقسم لحد ما يوصل للكابيلاري بيد، او يعني اللي هو ايه، حته كده فيها شعيرات دمويه كتير قوي، ماشي الكلام. دي اول حاجه. تاني حاجه قال لك ممكن برضو ينتهي في ساينوسويد. يعني ايه ساينوسويد؟ يعني بص الوعي ده كده مثلا يروح، بص زي مثلا الصوره دي كده بس انت مش فاهمها قوي، فاقول لك مثال ابسط على الاقل. الوعاء الدموي مثلا ماشي كده خلاص، يكون جنبه هنا خلايا، الخلايا دي زي بينها فراغات كده، بينها فراغات كده، الله، فايه اللي يحصل؟ فالدم يعدي من بين الفراغات دي بس، بكل بساطه. ساينوسويد دي يعني خلايا مفرغه بس. الحركه دي بتحصل فين؟ في الليفر وفي البون مارو، نخاع العظم. دي تاني نهايه ممكن ينتهي. يبقى اول حاجه ينتهي في سور الكبد اللي هو اصغر تفرع ليه عادي. تاني حاجه ان هو ممكن ينتهي يعدي من بين خلايا مفرغه اللي اسمها ايه؟ ساينوسويد. تالت حاجه باي دايركت كوميونيكيشن وذ ا فينيول في ارتيريو فينوس انستموزس. يعني ثانيه واحده بس، يعني ايه الكلام ده؟ انستموزس دي يعني تقابل وعاء دموي مع وعاء دموي، قد يكون وريد مع شريان، وريد مع وريد، شريان مع شريان، عادي جدا. ده معنى كلمه انستموزس، خلاص. طيب بيقول لك ارتيريو فينيول، ارتيريو اكيد فاهمها وفينيول اكيد فاهمها، بس يعني ايه ارتري قابل فين عملوا بينهم بعض انستموزس زي الصوره دي كده، بص اهو ارتري قابل فين، شكرا بس والله. طيب ايه تاني؟ ما لسه لك من شويه ان مش شرط الارتري يقابل فين، ممكن ارتري يقابل ارتري اخوه عادي خالص اهو، دايركت كونكشن وذ انذر ارتريول في الارتريال انستموزس، عادي خالص، ماشي الكلام كده. او بقى يحصل كارثه. كارثه يعني ايه؟ مش فاهم. كارثه يعني ان هو ينتهي نهايه عمياء، يعني هو يكون ماشي كده فجاه يتسد من هنا. ايه يتسد؟ يتسد اسمها يعني يكون ايه، انتهى نهايه بلايند يعني ايه؟ بلايند ده يعني اللي هو، يعني هقول لك حاجه، صباعك عامل ازاي؟ عامل كده هو، من هنا اسمه بلايند، فاهم حاجه؟ اللي هو قفل فجاه، مفيش حاجه، فجاه قفل، فاهمني؟ بس ده معنى كلمه بلايند. بس الشريان ما ينفعش يكون بلايند خالص، لازم ينتهي في حاجه. امتى بقى يكون بلايند؟ لما يتسد او يتصاب، بمعنى ان حصل حاجه اسمها بلوك. ده ايه ده؟ جلطه اهو، بص بقى الصوره دي هنا مثلا، الشريان ده بيغذي المنطقه دي، ماشي الكلام، فجاه حصل جلطه هنا، جلطه عادي خالص، فالمكان ده يموت، شكرا. هو كان انتهى برضه بس انتهى هنا، فاهم حاجه؟ انتهى ازاي؟ بمصيبه، بكارثه، ماشي، اسمها بلوكد او انجرد، ماشي كده، فيحصل ديس في التشو اللي بيغذيها، ماشي الكلام. دي بالظبط فكره الجلطات. لو عايز تقرا بس الجمله دي واعرفها من دلوقتي، بيقول لك الاريا سبلايد باي بلوكد ارتري اندر جوز اسكيميك نيكروزز. يعني ايه الكلام ده؟ المنطقه دي كده بيحصل لها اسكيميك نيكروزز. اسكيميا دي يعني ان العضو يموت بسبب نقص الدم اللي واصل له، نقص البلاد سبلاي اللي واصل له. ترجمها لو عايز تعرفها. سوري معلش، اللي هي اسكيميك دي او اسكيميا يعني العضو يموت بسبب نقص الدم اللي واصل له، خلاص. نيكروزس دي هي حاجه في الباثولوجي تفهمها ان هو يعني ايه، يعني يموت برضه بس الخلايا بقى تتدمر، فاهم حاجه؟ بيحصل ميكانيزمات معينه في الخلايا كده بتتدمر. مش صداعك بقى دلوقتي خالص، ده لسه من الفيديو بتاعك ان شاء الله اللي هو جنرال باثولوجي، تعرف بقى النيكروز والكلام ده كله. بس يعني من خلاصه الكلام اعرف الاسكيميا هي دلوقتي اهم حاجه، خلاص. طيب ده بالنسبه للكلام ده. في اي حاجه صعبه؟ ازاي الارتري بينتهي، انواع الارتريز، فين لفه حوالين الارتري، الكلام كله عادي، فاهم؟ طيب نيجي على حاجه بعد كده. ده سؤال بيقول لك والله ده فين از بلاد فيزل كاركترايزد باي 1 2 3 اقرا كده، هاز تريبيوتريز. هتقول لي انا مش فاهم يعني ايه تريبيوتريز، انت ما قلتهاش فوق. اقول لك ثانيه واحده، هل الفين عنده اوكسجينيتد بلاد؟ لا، انا عارف ان الفين عنده نون اوكسجينيتد. هل الفين ثيك وول؟ لا، ده الفين كان عامل كده اهو، اللي هو كده، اللي هو ايه، اللي هو ثين وول ووايد ليومن. هل كان نارو ليومن؟ لسه قايل لك وايد ليومن. هل الفين بروجكتايل بليدنج؟ النزيف بتاعه بروجكتايل بينبض؟ الاجابه لا برضه. امال اول واحده
ازاي يعني لوحده؟ ما انا قلت لك ان هو مش بيتفرع، امال ده بيتجمع. يعني فين قابل فين كون لي فين جديد، الدم اتجاهه ماشي كده. الحركه دي بقول ان الفين ده عنده تريبيوترز، تريبيوترز مش برانشات، مش شبه الشجره، لا ده شبه الريفر، شبه النهر. معايا كده؟ بس اتمنى تكون فهمت الجزئيه دي، عشان كده دي مسك هي خلاص. طيب نيجي على مصطلح الانستموسيس. زي ما قلت لك هو عمليه اتصال بتحصل بين اي اتنين فيزلز، ماشي كده. طيب انواعه يا اما ارتيريال صافي، يا اما فينس صافي، يا اما ميكس بينهم، ماشي الكلام. ارتيريال زي ايه؟ نفس اللي قلناه، ان ارتري بيقابل ارتري. ارتيريال انستموسيس ده سمول ارتري كونكت ويز انذر سمول ارتري، زي ايه؟ بالمر ارتيريال ارك او ارش. بص يا ريس، على كف ايدك كده هتشوف في عروق باينه، دي اورده والله ما شرايين، بس خد بالك ان تحتها بقى في شرايين عامله نفس الارش ده بالظبط كده، فبنسميها بالمر ارتيريال ارشز. بالمر علشان على الايد، ماشي كده. بس بالمر بقى اللي هي ايه؟ كف الايد، فاهم حاجه؟ بالمر اللي هي كف الايد. هقول لك حاجه، انت اصلا لو انت عملت يعني، جايب لك ازاي؟ لو انت ضغطت بصبعك اللي في النص ده على المنطقه دي كده اللي هي قلب ايدك بالظبط، لو مشيت على النقطه دي هتحس النبض. خلاص، اللي هي غالبا هتكون دي مثلا عندك انت كده مثلا، فاهمني؟ انا على نفسي بعملها كده اهو، بضغط على الحته اللي هي قلب ايدي بحس النبض عندي انا عايش الحمد لله، فاهمني؟ بس فالفكره كلها في ايه هنا؟ ان ده على البالم، على البالم اللي هو ايه؟ اللي هو الارتري. الناحيه الثانيه بقى على ظهر ايدك الكف من ورا بتشوف عروق باينه، دي بقى الفينس انستموزيس. خلاص، دي دورسال فينس ارشز على مين؟ على الهاند. برضو نفس الكلام، هي كوميونيكيشن بتوين تريبيوتريز اوف فينز. قال لك ايه؟ تريبيوتريز، فين قابل فين عملوا فين جديد اسمها تريبيوتريز. خلاص كده ماشي الكلام. بيقول لك اتس اوبزرفد في الماجوريتي اوف فينز اوف ذا بادي، يعني موجوده في اغلب الفينز بتاعت الجسم. خلاص كده. طيب يا دكتور انا هتلخبط دلوقتي في حاجه، ما انا معلش استحمل، هتلخبط في حاجه بين ايه وايه؟ بين انهي كان بالمر وانهي كان دورسال، الارتري ولا الفين؟ اقول لك افتكرها كده، ان الارتري ربنا سبحانه وتعالى عايز يحميه، وانت واقف انهي اللي معرض لبره؟ انهي اللي معرض لبره؟ الفين، صح ولا غلط؟ يبقى اذا الفين هو على كف ايدك لبره. بص الفين هو على كف ايدك، فده معرض للخطر. انا ممكن اعمل قبضه في ايدي، في ايدي قبضه، انا كده حميت الارتري اللي جوه، فالضرب يكون جاي مثلا على ايه؟ على كف ايدي من بره، فالفين اللي اتعور، يبقى انا كده حميت الارتري. فاهمني؟ افتكرها كده، ان احنا عايزين نامن مين؟ عايزين نامن الارتري، يبقى هو اللي هيستخبى. خلصت. فاهم حاجه؟ بس. طيب النوع الاخير بينهم اللي هو الارتيريو فينس انستموزيس، زي ما قلت لك ارتري قابل فين، نفس الحوار حصل. This connection between the small arteries and veins under sympathetic control. ونقف هنا وقفه، ماشي؟ افهمك يعني ايه الجمله دي. زي ما قلت لك قبل كده في محاضره نيرفس سيستم، يعني ايه جهاز سيمباثيك اصلا عموما؟ ده الجهاز المسؤول عن ان انت بتتخانق، بتجري، وهكذا. طب ثانيه واحده، ايه استخدامه هنا؟ بص يا ريس، دلوقتي انت زي ما قلت لك ان في عندك مثلا في صوابع ايدك في اتصال ارتيريو فينس انستموزيس، خلاص، على الجلد بالظبط، يعني مش في الجوه، لا ده على الجلد، حاجات تحت الجلد كده بتغذي الجلد يعني بالذات. طيب انت قاعد دلوقتي في سقعه، الجو سقعان، فايه اللي يحصل؟ اطرافك تسقع. حلو الكلام، حلو الكلام. فيقوم الجهاز السمباثيك ده شغال، فيعمل لك حاجه اسمها فازو كونستريكشن. ايه ده؟ ده انقباض في الاوعيه الدمويه، ويوقف الاكستشينج ما بين الارتري والفين دول. ليه؟ انا مش عايز ابرد الدم ده الدم اللي هناك دم بارد، ادخله عندي ابرده، او يعني ابرد دم انا قصدي، فاهم؟ مش هينفع، فما ادخلش دم عندي، فيحصل فازو كونستريكشن. فده دور السمباثيك. العكس مثلا، بتلاحظ لو انت مثلا بتجري بتعمل مجهود، عروقك بارزه قوي، صح؟ ايه اللي حصل هنا؟ انت جسمك حاليا سخن، انت بتجري جسمك سخن، عرقت. يعني ايه جسمك سخن وعرقت بقى؟ العرق من ضمن الكيسات اللي بتحصل اللي غرضها ايه؟ تبريد الجسم. خلاص، فالدم يروح على الاطراف عشان يفقد حراره، واخد بالك معايا؟ بس وساعتها السمباثيك بيبعت الدم كتير قوي للاطراف، يحصل فازو، عكسها بقى فازو دايلاتيشن، اتساع. فازو يعني وعاء دموي، خلاص، يحصل فازو دايلاتيشن، فالوعاء الدموي يتسع، فودي الدم هناك يتبرد. ليه؟ جسمي حاليا سخن، بيحرق طاقه، فاهمني؟ بس دي كل الفكره. بس معايا كده؟ يبقى اذا السمباثيك هنا اشتغل ازاي؟ ان هو ودي دم كتير للاطراف، فانا عايز ابرد الدم ده، ابرد درجه حراره جسمي، او الجو اصلا ساقعه فانا مش هودي دم كتير، فعشان كده بتلاحظ ان لما الجو يكون ساقع ايه اللي بيحصل؟ عروقك بتهرب. صح الكلام كده؟ صح الكلام. طيب ده بالنسبه للسكن. بالنسبه للميوكس ممبرين اللي هو ايه؟ بص نفس الفكره بالظبط. انت مثلا دلوقتي بتتنفس، الميوكس ممبرين ده اللي هو ايه؟ اللي هو في مناخيرك مثلا. انت مثلا بتنفس هواء ساقع دلوقتي، هواء ساقع، صح ولا غلط؟ فالهواء الساقع ده ما ينفعش ينزل على الرئه كده ساقع على طول مره واحده، لازم يتبرد الاول او يعني يتدفى.
فيتدفى ازاي؟ عن طريق ان السمباثيك هيشتغل فيحصل فازو دايلاتيشن جوه مناخير سيادتك، فالدم يقطع عند الممبرين دوت، فالهواء هو معدي يخبط في حراره الدم فيدفى شويه. او العكس، ده الجو ولع، الجو نار، فالهواء داخل اصلا سخن، فانا اعمل ايه كجسم كسمباثيك؟ خلاص اعمل فازو كونستريكشن، اقلل الدم في المنطقه ديت، مش محتاج ادفيه، ده هو اصلا مولع. فاهم حاجه؟ بس دي كل الفكره. خلاص، اتمنى كده تكون فهمت ازاي السمباثيك اشتغل في الموضوع ده والحوار ده. ماشي الكلام؟ ده الميكانيزم بتاعها. لو في اي حاجه بالنسبه لك مش واضحه، ابوس ايدك ما ترددش، تخش تسالني، انا معاك لحد ما تفهم. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. طيب ده بالنسبه لازاي السمباثيك بيشتغل في الجزئيه ديت. ماشي. طيب بعد كده نخش على الدوره الدمويه، وهي انواع. انت عندك في جسمك 3 دورات اللي هم ايه؟ الاشهر اللي هم 2، دوره دمويه كبرى وصغرى، وفي عندك كبد دوره دمويه. خلاص بص بقى يا ريس، الدوره الدمويه الكبرى اللي انت عارفها اللي هي ايه؟ ما بين القلب والجسم كله، دي اسمها الدوره الدمويه الكبرى او السيستميك سيركيوليشن. خلاص كده، ان البلد flows from the left ventricle through various parts of the body to the right atrium. زي ايه؟ من الليفت اتريوم to the right side of the heart. ايه الحوار ده؟ الحوار كله ما فيه زي ما بيقول لك ان الدم دلوقتي، بص انسى الصوره دي، عايز الصوره اولانيه عشان هي تشرح لك احسن. ماشي، بص راس كده، بص هقول لك بس بكل بساطه. دلوقتي ده كده سوبيريور فينا كيفا وده انفيريور فينا كيفا، جايبين ايه؟ جايبين دم منين؟ من اورده، دم ماله؟ مش نظيف، فاحنا عايزين ايه؟ ننضفه. يعني دم نون اوكسجينيتد عايزين نخليه اوكسجينيتد. ايه اللي يحصل؟ الدم دخل هنا اهو على الرايت اتريوم، يروح فين؟ للرايت فنتريكل، ومن الرايت فنتريكل يطلع على البلمونري ارتري، فيروح فين؟ على اللنجز. خلاص حلو كده، حلو قوي. بعد ما يخلص اللنجز يعني يكون نضيف، يكون حصل له اوكسجينيشن، يرجع تاني على القلب عن طريق الحجره دي اللي هي مين؟ اللي هي الليفت اتريوم، ثم منها للليفت فنتريكل، ثم يطلع الاورطه ويروح للجسم كله، ويروح للجسم كله. ركز، راح للجسم كله، خلاص الجسم اتغذى، يبدا الدم يرجع تاني، يخش من الاورده ويرجع القلب. بس دي الدوره الدمويه اللي في جسمك عموما. خلاص، ايه بقى السيستميك وايه الصغيره وايه الكبيره؟ بص، الدوره الدمويه اللي حصلت وخرجنا فيها من الليفت فنتريكل، بص من هنا من الليفت فنتريكل، مش هنا في الاورطه، رحنا للجسم، خلصنا، رجعنا دخلنا القلب تاني على الرايت اتريوم، دي الكبرى. دي لفت جسمك كله حرفيا، من قلبك راحت لصباع رجلك الصغير، ومن صباعك رجلك الصغير لقلبك تاني. خلاص، دي الفكره كلها، ان انا بادئ في الليفت فنتريكل وناهي فين؟ في الرايت اتريوم. ماشي كده؟ بص معاك على التكست بيقول لك ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهو بيقول لك البلاد هنا جاي من الليفت فنتريكل ثرو فيريوس بارتس اوف ذا بودي، راح من الليفت فنتريكل لكل الجسم، ثم رجع بعد كده على الرايت اتريوم. من الليفت فنتريكل رحت للجسم كله، ورجعت فين بعد كده؟ على الرايت اتريوم. خلاص اهو، فروم ليفت تو رايت سايد اوف ذا هارت، من نص، من ناحيه القلب الشمال للناحيه اليمين. حلو الكلام؟ حلو، ركز في دي، ان احنا نروح من الناحيه الشمال للناحيه اليمين. طيب دي الكبرى. في بقى الدوره الدمويه الصغرى او بنسميها بالمونري سيركوليشن. ليه بالمونري؟ قلت لك بالمونري دي تشير للرئه مبدئيا. فاكر عمليه تنقية الدم؟ دي دوره دمويه بتحصل بين القلب ومين؟ والرئه اللي جنبه دي. ايه اللي بيحصل؟ القلب بيبعت شريان للرئه، دم مش نضيف، دم اوكسجينيتد، يقول لها يا ريت نضاف الدم ده، تقوم الرئه واخداه مخليها اوكسجينيتد ومرجعه القلب تاني، بس خلصت. والله ايه اللي حصل هنا؟ القلب بعت للرئه منين؟ من الرايت فنتريكل، بعت بالمونري ارتري راح للرئه. خلاص، يبقى بادئ فين؟ بادئ من الرايت فنتريكل. خلاص، بعت الدم للرئه، الرئه نضفت الدم، تبعت لي في ايه؟ في بالمونري بقى فينز. خلاص، تيجي تفتح لي فين؟ اهي، بص اهي الرسمه اهي، بالمونري ارتري نضفنا، رجعنا تاني بالمونري فينز، افتح فين؟ في الليفت اتريوم. خلاص ماشي الكلام كده؟ يبقى انا بادئ من الرايت فنتريكل ورايح للليفت اتريوم، فرحت من نص الجسم اليمين لنص الجسم، معلش نص القلب لنص القلب الشمال. خلاص بص بقى، هتحفظها هتنساها، هتفهمها والله ما هتنساها. خلاص، فنصيحه من اخوك افهمها احسن. ماشي، انا مش فيها حاجه صعبه. انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان احنا دوره دمويه كبرى ودوره دمويه صغرى، كلام اصلا انت عارفه قبل كده. خلاص طيب، ده بالنسبه للجزئيه ديت. فيها اي حاجه صعبه؟ اعتقد حتى الان لا. سريعا كده هقولها لك تاني عشان هم ما استوعبتهاش معايا، مع انها ما فيهاش حاجه، بس تاني اهو. بدانا الدوره الدمويه الكبرى الجريد، هنتكلم بقى خلاص كلام انجليزي. ستريم سيركيوليشن دي بدات منين؟ بدات من الليفت فنتريكل بالاورطه ورحنا للجسم كله، ثم رجعنا على الرايت اتريوم. يبقى من الليفت فنتريكل خلاص
لحد فين؟ لحد الرايت اتريوم. من الليفت يعني بدانا من ناحيه الشمال وهنبص ناحيه اليمين في القلب. ماشي الكلام كده؟ طيب امال البالمونري؟ لا انا بادئ من الرايت فنتريكل، رحت على اللنج، ثم من اللنج رجعت على الهارت عن طريق بالمونري فينز. خلاص يبقى رحت فين؟ رايت فنتريكل، رجعت فين؟ ليفت اتريوم. يبقى من الرايت فنتريكل للليفت اتريوم، من الرايت تو ليفت اوف ذا هارت. صعب الكلام ده ولا اي حاجه. ايه بقى حكايه الكبد اللي ده لوحده؟ بص يا ريس، زي ما انت عارف ان الكبد هو مركز السموم في جسمك، هو المسؤول عن مكافحه اي سم يخش جسمك، معروف الكلام ده طبعا. طيب دلوقتي انت مثلا اكلت اكل، وليكن مثلا اكلت ايه؟ سندوتشين طعميه كده وواحد فول وحبست بتنجان. حلو الكلام حلو قوي لحد دلوقتي، والكلام ده كمان عربيه في الشارع، ده كلام حلو قوي لحد دلوقتي. الاكل ده كان فيه سموم، فيه بكتيريا، خلاص، فيبدا الاكل ينزل في الجهاز الهضمي بتاع سيادتك. دي صوره كده الانتستين اهي، هي دي اللي انا معاك يعني، خلاص بيحصل فيها الهضم. هضمنا واكتشفت في الاخر ان في ايه؟ الدم طلع محمل لي يعني بزباله حرفيا، فاهم؟ فاللي راجع هنا ايه؟ راجع وريد حمل خلاص الدم، يعني راح شريان غزه ووريد لم الزباله وراجع بيها. الوريد ده وهو راجع بقى بيلم يلم 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 ويرجع فين؟ يعدي من الكبد. دي مش هتضحك قوي، فانا جايب لك صوره احسن من دي. بص انت عندك اهو، ده كده الليفر اللي هو الكبد، خلاص داخل له وريد واحد بس، بورتال فين. البورتال فين ده تجميعه ثلاثيه. تجميعه الايه؟ تجميعه سوبيريور ميزنتريك، ادي واحد ده فين، خلاص مالكش دعوه بالاسامي دلوقتي، بس افهمني ان ده واحد بيعمل درينج، يعني بياخد الدم المتبقي من الانتستين، من جزء من الانتستين يا عم، خلاص. طب والجزء الثاني؟ الجزء الثاني كان اسمه انفيريور ميزنتريك، التحم مع السبلينيك وعملوا وريد جديد، راحوا بيه اشتركوا مع السوبيريور ميزنتريك. فاهم حاجه؟ يعني هو وريد 2 3، الاثنين دول مع بعض كونوا واحد، التحم مع المعلم ده عمل لي بورتال فين. ده كله دم جاي لك منين؟ من الجي اي تي، من امعائك، دم محمل بزباله. فانا عايز قبل ما اودي الدم للقلب ده، لان الدم هيعمل اكسجينيشن بس مش هينضف لي سموم، فعايز اعدي على الكبد ينضف لي السموم اللي فيه. فايه اللي يحصل؟ يخش البورتال فين ده، والمره دي فين هينقسم لجزء اولي وجزء ثانوي، خلاص كده. بس بيقول لك تو ليفر ساينوسويدز، يعني ايه؟ خدناها من شويه. ساينوسويدز ديت يعني الوعاء الدموي بيمشي كده، يكون جنبه خلايا بينها فراغات، فيبدا ان هو يصب الدم من هنا من بينهم. ماشي الكلام كده؟ بس فالبورتال فين بيبدا ان هو يصب الدم في الكبد، يبدا خلايا الكبد تنظف الدم دوت، ثم يبدا يتجمع تاني ويروح على الانفيريور فينا كيفا اللي بدوره يطلع لفوق فين؟ على القلب. فهمنا كده؟ فهمنا ازاي الكبد بينظف الجسم؟ ماشي الكلام كده؟ يبقى انت جالك دخل الكبد بورتال فين، خلاص ماليش دعوه تجميعه ايه، ده الفهم. بس عندك في الداتا ان هو بورتال فين. بورتال فين جه منين؟ جه من الجي اي تي، تحت من هنا، اللي هو الجهاز الهضمي، اختصاره جي اي تي، جاسترو انتستينال تراكت. يعني مش جاسترو اهي، جاسترو انتستينال يا مسهل الحال، انتستينال تراكت، لاخواتنا اللي يحبوا يكتبوا كل حاجه. ماشي يا عم اهو، جمع بورتال فين الكلام ده، دخل الكبد انقسم 2، خلاص اولي وثانوي. ليه؟ عشان انضف خلايا الدم عندي كلها. الدم معانا منضف الحمد لله، ابدا ارجعه على القلب. مين راجع القلب؟ الانفيرو فينا كافا، ابدا احمل فيه. زي ما انقسمت فرعين هجمع الفرعين واخش مين؟ الانفيرو فينا كافا. بس ده كل الحوار. طبعا نبص كده على كلام الداتا بتاعنا. جزء من systemic circulation which has the following characteristics. ايه اللي بيحصل؟ البلد بيعدي عن طريق two successive capillary network before finally drainage into a systemic vein. يعني ايه الكلام ده؟ بص، السيستميك فين ده اللي هو اكتب عليه كده الانفيريور فينا كيفا، اللي هو اللي هطلع منه على القلب على طول، اللي هو ده اهو، هطلع منه على القلب على طول، خلاص. والدم بيقول لك البلاد باسس ثرو ايه؟ تو سكسيسيف كابيلاري نتورك. ما انا قايل لك ان هو انا كبورتال فين دخلت انقسمت قسمين اهم، قسمين، بعد كده القسمين دول لما خلصوا جمعوا لي برده نفس القسمين اهم على مين؟ على الانفيريور فينا كيفا. فانا بقول لك ان انت ايه اللي حصل؟ ان البلاد عدى ثرو تو سكسيسيف كابيلاري نتورك، شبكه هنا وشبكه هنا، قبل ما يروح فين؟ على السيستميك ده. بس ده فين ده درينز ذا فيرست كابيلاري بيد از كولد بورتال فين. الفين اللي عمل درينج او كابيلاري بيد البورتال فين ده اللي هو الرئيسي. ماشي كده؟ ماله يا سيدي؟ قال لك والله this vein then branches again like an artery. زي ما قلت لك ان هو يبدا ينقسم تاني سكندري زي الارتري. ليه؟ عشان يكون السكند كابيلاري نتورك. خلاص؟ ماشي الكلام كده، ادى واحده بعد كده الثانيه. ماشي الكلام؟ بس كل هدفي من الحوار ده ايه؟ ان انا انضف الدم، وفي الاخر اكون كده. هي خد بالك التكست هنا معكوس، فاهم؟ التكست لو هنمشي بالظبط بالترتيب
لو عايز تكست عندك بالترتيب تقرا كده، ان انت عندك دلوقتي في بورتال فين. خلاص، البورتال فين ده هو وريد او مش وريد، يعني هو كان ادى برانش اولي اللي هو مين؟ اللي هو الفيرست كابيلاري بيد. خلاص، بعد كده راح جاي مدي مين تاني؟ مدي سكندري كابيلاري بيد. فهم الاثنين كانوا عندك الكابيلاري بيد ده الاولي والثانوي، هم الاثنين اللي مقصود بيهم التو سكسيسيف كابيلاري نتوركس اللي في الاخر اتحدوا مع بعض ودول في الاخر مين؟ الانفيرو فينا كيفا اللي هيروح على فين؟ على القلب. خلاص، دي كده كانت الهيباتيك بورتال سيركوليشن. صعب الكلام ده يا ريس؟ بس هي دي الضربه ده بتاعت الكبد. اعتقد الكلام سهل. كل اللي عمله ده هو عايز ينظف الدم مش اكتر. بس اخيرا وليس اخيرا نيجي على الليمفاتيك سيستم، الجهاز الليمفاوي. بص بقى، الجهاز ده يا سيدي ينتمي للفاسكولار سيستم. ازاي؟ هتفهم دلوقتي. بكل بساطه الدم ده كان ماشي كده، الدم كان ماشي عادي، وحواليه خلايا عادي خالص. بسبب ضغط، ايه اللي حصل؟ ضغط الدم بدأ يتسرسب شويه ميه من الدم تخش الخلايا عادي. اهي الميه اللي اتسرسبت من الدم دي، مش ميه يعني وسائل، اتسرسب من الدم ده، هو ده الليمف. خلاص فهمنا؟ ده سائل الليمف اتسرسب منين؟ من البلد. ماشي الكلام؟ فلما اجي هوصف سائل الليمف او الليمف فلويد هقول لك والله اول حاجه ترانسيوديت. يعني ايه معنى كلمه ترانسيوديت دي؟ اللي انا لسه شارحها حالا، اللي هو اتسرسب كده من البلاد فيزل. خلاص، وركز ان البلاد فيزل هنا مش في ضرر او حاجه. اصل في ترانسيوديت وفي اكسوديت. اكسوديت دوت اللي هو فيه التهاب فتسرب سائل كده نتيجه الالتهاب ده، انما حاليا مفيش التهاب، مفيش اي حاجه، فالسائل اللي اتسرب هنا سائل نظيف فاسمه ترانسيوديت. خلاص كده؟ طيب، وبيكون شفاف مال الخضره كده شويه، مال قصدي اللون الاصفر شويه يعني. خلاص، ده بيتكون امتى؟ لما الفلويد السائل بيليفز الكابيلاري بيد. يعني انت عندك في هنا كابيلاريز، خلاص السائل ده هيسيبها. ماشي الكلام؟ ليه؟ بسبب الهيدروستاتيك بريشر. بريشر رفلي 10% اوف بلاد فوليوم بيكمز ليمف. 10% من الدم بتاعك بيتحول لليمف، ان هو بيخرج من الدم ويروح على الخلايا. بسبب ايه؟ قال لك بسبب الهيدروستاتيك بريشر. خلاص، الكلام ده لو انت هتفهمه فهو ده سيكشن لوحده في موديول اي بي ال السنه الجايه ان شاء الله. عايزني اشرحه لك؟ تعالى يا باشا خش لي، ابعت لي معاك الصبح. ماشي الكلام؟ طيب، ده بالنسبه للسائل الليمف. فهمت هو جه منين اصلا؟ اتكون اصلا ازاي؟ خلاص، ان الدم كان ماشي كده، بدا ان هو يعدي منه زي سائل، زي ما يكون بيتصفى، مش بيعدي سائل احمر، بيعدي سائل زي اللي هو ايه، بيبقى اسمه ليمف. ما هو اوصف لك ازاي؟ يعني بيعدي زي ما يكون سائل كده بسبب الضغط اللي هو الهيدروستاتيك بريشر ده. خلاص، فبتحاول ان 10% من حجم دمك الكامل بيدخل جوه الخلايا، فبقى اسمه ليمف. ماشي. طيب، الجهاز الليمفاوي ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حاجات اللي هم ايه؟ اول حاجه ليمف كابيلاريز وليمف فيزلز، دي اكبر شويه، ثم اورجانز. خلاص. طيب، هو اصلا اللي بيحصل كل ده؟ بص يا ريس، الفكره وما فيها. ايه اللي بيحصل؟ دمك دلوقتي مثلا فلنفترض يعني عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما قلنا بلازما وار بي سي او ار بي سيز يعني. خلاص، وخلايا دم ثانيه كتير. المهم عندي في دول ار بي سيز دلوقتي ليه؟ شايله اكسجين، هي اللي بتشيل اكسجين ار بي سيز دي. طيب، وبعدين في حوار تاني. حوار ايه؟ ان ممكن يكون الدم ده دلوقتي فرضا يعني جوه ميكروب او مش ميكروب، جوه حاجه مش عايزها، بس مش اكسجين. فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا رحت بص لك حاجه، التشو اهو، ده التشو، الارتري جالي، الفين خرج مني، خلاص ادي فين وادي ارتري وده كده التشو. خلاص، الارتري جه غذى التشو، بعد ما غذى التشو لقى نفسه ان هو عنده كده حاجات ضاره. الحاجات ديت ولا هي ينفع تخش الدم، ولا هي اصلا ايه، مخلفات ايه؟ اكل، اللي هو مثلا ثاني اكسيد الكربون والكلام ده. قال لك دي عندي مخلفات مش اكل، مش ثاني اكسيد الكربون. فقال لك خلاص المخلفات ديت هننقلها في وعاء تاني غير الدم، اللي هو مين؟ هو وعاء دم بس يعني، هو مين؟ مش الدم نفسه، اللي هو مين؟ هو الليمف. فيعدي في الليمف بقى في زي محطات كده اللي هي اسمها عقد ليمفاويه او ليمف نودز. اللي عندك ليمف نود هنا، وراها تلاقي ليمف نود هنا، وراها ليمف نود هنا. الفكره فيهم ايه؟ الفكره ان هم بينقوا السائل ده. طب بينقوه ليه؟ هو اصلا السائل ده طلع ليه؟ طلع علشان الدم ما كانش نظيف، او مش الدم نفسه، الخليه ما كانتش نظيفه. بالتالي خرجت الحاجات اللي فيها ديت ووديتها على الليمف، انا فلتر فيها اكتر. خلاص، لحد ما اوصل مرحله ان الليمف دوت مش هياخد ليمفاويه كتير، فاصبح نظيف جدا. ففي الاخر الليمف هيرجع على فين؟ هيرجع على القلب، فيختلط بالدم تاني، فيروح على الخلايا تاني، وهكذا. فالخلايا تلاقي نفسها عندها حاجات مش نظيفه فتخرجها في الليمف،
فالليمف يمشي ينظف نفسه وياخد الليمف وهكذا، دوره ماشيه. ماشي الكلام كده بس. طيب نيجي على وصف الليمف كابيلاريز. ماشي الكلام اهي. ايه الليمف كابيلاريز دي؟ نفس فكره البلاد كابيلاريز او الارترز وكده، اللي هي ايه؟ شعيرات صغيره قوي، ولكن لو قارناها بالشعيرات بتاعه الدم فدي سينر وايدر، بتكون ارفع كده ورقيقه قوي. ليه؟ لان ماشي فيها اصلا سائل لا يذكر. خلاص. طيب غير كده بتكون بلايند اندد، وده هو عكس الكلام اللي احنا قلناه اصلا على وصف اي حاجه تخص الدم. مفيش حاجه عندك بلايند اند خالص، لا ارتري ولا فين، مفيش حاجه بلايند اند خالص. الارتري يبقى بلايند اند، بلايند اند ده يبقى ايه؟ يبقى في مصيبه، في كارثه تسد. خلاص كده تمام. وبتكون فالفلس. ايه فالفلس دي؟ يعني ما فيهاش صمامات. فالف يعني صمام. في حته غالبا نسيت اقولها لك، ايه هي؟ ان يا معلم الارتري دوت ما فيهوش فالفات، الفين فيه فالفات. ايه الفالفات ديت؟ الفين عامل كده. ده دلوقتي عندك رجلك اهي والقلب فوق اهو، الليج والهارت. الدم ماشي ازاي؟ ماشي كده من رجلك لقلب، من رجلك لقلبك، صح؟ بس في جاذبيه، فالجاذبيه تعمل ايه؟ تشد الدم لتحت. فقال لك خلاص ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا صمامات كده، فالفس، لما الدم يطلع بس يطلع منها كده عادي، الدم يجي يرجع ما يعرفش يرجع، فيكمل طريقه فوق تاني وهكذا. يبقى الفين فيه صمامات خلاص. اما الارتري مش محتاج اصلا صمامات، انت ماشي كده بس اتجاه واحد بس، واخد قوه زق جباره من القلب. انما الفين مفيش قوه سحب، في بس يعني ضعيفه قوي من القلب. بص انا مش عايز بس اقول لك حاجات ممكن تلخبطك، انا بحاول اديك ابسط البسيط اللي يمشيك دلوقتي، فاهمني؟ الحاجات دي انا هقعد اشرح لك فيها بص مش هنخلص، بس تفهم مني. فاهم حاجه؟ اتمنى تكون فاهم. المهم يعني ان الفين دوت فيه فالفات. ليه؟ عشان وانا ماشي عكس الجاذبيه ما ارجعش تاني في مكاني، صمام عادي. اما الارتري لا، الارتري يا باشا مش محتاج. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. طيب بيقول لك بقى احنا بنتكلم على الليمف فيزلز هنا او الليمف كابيلاريز، فقال لك والله ان هي ما فيهاش برضه فالفات. خلاص يبقى هي عندها بلايند اند، ما فيهاش فالفات، فيري ديليكيت سيتويتد كلوز تو بلاد كابيلاريز. ماشي بيكون بالظبط جنب البلاد كابيلاريز. اشمعنى؟ ما انا قايل لك اصلا ان هي بتجمع منها. صباح الفل بقى. خلاص يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان المكان اللي فيه دم فيه ليمف، مكان ما فيهوش دم ما فيهوش ليمف. شكرا. لان الليمف اصلا جه بسبب ايه؟ بسبب الدم. ان الدم جالي راحت الخليه غسلناها خرجنا حاجات دخلناها الليمف. شكرا. مفيش دم هنا مفيش ليمف هنا، خلصت. الاثنين مع بعض في اي حاجه. معايا كده؟ طيب they collect the lymph fluid from tissue and then join to form small and then larger vessels. يعني ايه؟ نفس فكره الارتري، مجمع في سمول كابيلاريز، كباري مع كباري مع كباري، كوننا في الاخر ايه؟ فيزل كبير. فيزل ايه؟ فيزل ليمف. ماشي كده؟ طيب ده الحوار كله. في اي حاجه صراحه دلوقتي؟ اعتقد ولا اي حاجه صعبه. طيب زي ما بقول لك يتواجد الدم يتواجد الليمف، فانا بقول لك ريتشلي ديستريبيوتد الليمف نودز دي موجوده بكثره فين؟ في اي مكان معرض لحاجات مش نظيفه. اشهرها الجي اي تي، دايجستيف سيستم، جهازك الهضمي. خلاص بكثره في الميوكوزا بتاعته. ليه؟ عشان انا معرض ان انا اكل اي حاجه مش نظيفه، اي اكل ملوث، فاهمني؟ فمحتاج ان انا ايه؟ افلتر. ماشي الكلام؟ نفس الكلام فين؟ في الجلد. جه مثلا على جلد ميكروب، جه حاجه ولا مش عارف ايه، فاهم؟ فنضف الكلام ده كله برده. طيب بقول لك ان هي ابسنت في الافاسكولار تيشو. يعني ايه افاسكولار؟ يعني ما عندوش دم. فاسكولار يعني دم، دي نفي، يبقى افاسكولار ما عندوش دم. ما انا قايل لك اصلا ان هي تتواجد بتواجد الدم بس. فالكلام كله بديهي لحد دلوقتي. زي فين؟ السنترال نيرفس سيستم والبون مارو. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. طيب ده بالنسبه للكابيلاريز. فيها اي حاجه صعبه؟ اعتقد حتى الان ولا اي حاجه. طيب نيجي على الليمف فيزلز. زي ما قلت لك هي نتاج ايه؟ نتاج تجميع كابيلاريز كتير قوي، وهم بيمشوا كده بيعدوا على زي ايه؟ محطات. زي ما قلت لك المحطات دي اللي هي ايه؟ اللي هي ليمف نودز. خلاص كده؟ طيب في الكورس بتاعهم they follow the blood vessels and are known by they beaded shape. beaded shape يعني ايه beaded shape؟ beaded دي يعني مبطط. مبطط يعني ايه؟ يعني انت جيت تبص على الشريان تلاقيه عامل كده، ده شريان يعني خدت فيه كات سيكشن. الليمف فيزل لا تلاقيه عامل كده متبطط، حد ضغط عليه، حد قاعد عليه حرفيا، فاهم؟ متبطط كده لتحت، ده معنى كلمه beaded shape. ماشي طيب which is due to numerous valves in the lumen، لان هو في فالفات كتير قوي. ليه؟ عشان اكيب الدايركشن اوف lymph fluid toward the blood stream. عايز اوصل في الاخر للقلب. نفس فكره الفين بالظبط. ليه الفين فيه فالفات؟ لان هو مش بياخد قوه زق، اللهم الا ممكن من شريان عضله وهكذا. الليمف بقى ما بياخدش خالص، بالتالي فالفاته اكتر بكتير من الفين. معايا كده؟ حتى الان هي في اوجه تشابه ما بين الارتري والفين والليمف،
بس كل واحد يعني الليمف ده بيشبه ده في حاجه ويعكسه فيها، والفين نفس الكلام. يعني مثلا هقول لك ايه، بص الليمف زي الفين في ايه؟ ان هو فيه فالفات، ده اللي هو الليمف فيزل الكبير قوي، خلاص في فالفات وفالفات كتير قوي، خلاص ده الليمف فيزل الكبير. طب الكابيلاريز الصغيره بتاعت الليمف، الكابيلاريز الصغيره بتاعت الليمف لا ما فيهاش فالفات، فاهمني؟ فعشان كده الفالف دوت تحسه واخد ميكس بينهم. فدي مهمه جدا لانه هيلعبك فيها ام سي كيوهات للصبح، وانا كمان هلعبك فيها ام سي كيوهات للصبح. علشان كده فرق لما بتكلم على الليمف دي ليمف كابيلاري، الكابيلاري الصغيره خالص، فلا الكابيلاري الصغيره خالص دي ما فيهاش فالفات، رفيعه بجدارها رقيق، صغيره خالص بلايند اند، ماشي بس كده. اما الليمف فيزل لا ده كبير، ده محتاج فالفات، ده هيمشي زي مع اتجاه الدم عشان في الاخر يصب فيه وهكذا. معايا كده يا ريس؟ اتمنى تكون معايا. طيب بص بقى، زي ما انت فاهم ان الليمف دوت بيجمع من الجسم ويروح في الاخر لفين؟ للقلب. طيب في حوار بقى كده، ايه الحوار ده؟ في حاجه اسمها ثوراسيك داكت، دي موجوده كده على العمود الفقري، يعني نسبيا انها في منطقه الصدر عندك، خلاص ماشي الكلام. ايه بقى الثوراسيك داكت دي؟ ده اضخم ليمف فيزل في جسمك، ده اضخم ايه؟ ليمف فيزل في جسمك، بيعمل درينج لثلاث ارباع جسمك. اقول لك حاجه، بيعمل درينج لجسمك كله ما عدا ربع، اللي هو ايه؟ الابر رايت كوادرانت اوف البادي، اللي هو الحته دي كده عندك، ربع جسمك اليمين اللي فوق، ربع جسمك اليمين اللي فوق ما بيعملش درينج فيه، ما بيصبش فيه. انما ثلاث ارباع جسمك الباقي بيصب في هذه الثوراسيك داكت، خلاص. يبقى هي اضخم ليمفاتيك فيزل في الجسم. بالدرينج منين؟ عايز تقولها قولها كده، فروم ذا هول بادي، لا اسهل من التعبير ده كله، انها بالدرينج من الجسم كله اكسبت مين؟ الربع اللي هو مين؟ الابر رايت كوادرانت اوف ذا بادي. عايز تفنى بالدرينج من مين؟ اوصف بالدرينج من مين؟ اللور هاف كله يبقى لك ربع، انهي ربع؟ الربع اللي فوق على الشمال، شكرا. امال اللي على اليمين؟ لا اللي على اليمين دوت مش معاها، مع مين ده؟ مع الرايت ليمف ترانك، خلاص ماشي الكلام كده. بس في الاخر الثوراسيك داكت تروح تصب فين؟ تروح تصب في هذا القلب، او في يعني في اللي هو الايه، في البلاد ستريم يعني، خلاص. بتصب فين؟ ماشي عليك دلوقتي ليها موديول تدرسوا فيها وتعرف الكلام ده كله بالتفصيل. والله يا ابني انا بحاول اديك حاجه سهله، خلاص، ابسط البسيط تفهم منه ما تتوهش مني، دي اهم حاجه عندي، خلاص. طيب الاورجانز زي ما قلت لك في حاجه اسمها ليمف نودز، اللي هي محطات تنظيف، كل وظيفتها انها تعمل ايه؟ فلتريشن وبيوريفيكيشن للليمف فلويد along the course of lymphatic vessel، يعني ايه؟ بتنظف سائل الليمف بس. فلتريشن بتفلتره، بيوريفيكيشن بتنظفه، بس كده خلاص. عندك بعد كده من الاورجانز الثانيه اللي من اهم الاورجانز في المناعه عندك الاسبرين، الطحال، ده اصلا ليمفاتيك اورجان، خلاص اهو، هو ده منور لك باحمر اهو. دي كده المعده اهي، دي الاستومك اهي المعده، خلاص. وده الليفر اللي هو الكبد، هو موجود هنا كده، يعني مش في بطنك، هو في جنبك، يعتبر جنبك الشمال، ماشي كده بس. وصفه كاناتومي مكانه يعني ان هو بينيث تحت الدايفرام and behind the stomach، ورا الاستومك. المين فانكشن ان هو يفلتر برضه البلد by removing الاولد ريد بلاد سيلز and also contributes to the immune response. يعني ايه بيكونتريبيوت الاميون ريسبونس؟ انت مثلا دلوقتي حصل لك حادثه فنزفت دم، فهو بيكون مخزن اوريدي جواه دم فيخرج الدم ده، فهمت؟ او مثلا حصل التهاب فجسمك ما فيهوش خلايا تقاوم الالتهاب، هو عنده مخزن جوه فيجيب لك، يبعت لك، يبخ في الدم حبه وهكذا، فاهم؟ فهو عضو مناعي مهم جدا جدا. كل وصف زي ما قلت لك ان هو ايه؟ هو موجود في البطن تحت الدايفرام ورا الاستومك. ده الوصف اللي اتقال عندك اهو، وصف سهل جدا الحمد لله. يعني هو احنا في اصلا في الاناتومي موديول اي بي ال تاخد محاضره كامله عن الاسبرين تقريبا، الليمف نودز والكلام ده كله يعني، خلاص. المهم زي ما قلت لك ده كان الاسبرين، كلام سهل مفيش حاجه صعبه، ما تصعبهاش على نفسك. محاضره سهله جدا على فكره، هي بس كلها زي ما يقولوا ايه، لك كتير، ولكن اللك ده كله والله فهم مش حفظ خالص، يعني في حفظه بس يعني فاهم، تفهم الفكره العامه بتاع كل واحد، خلاص. ان الارتر ليه خواص معينه، الفين ليه خواص معينه، خلاص. وخد بالك من اهم حته، الكابيلاري بتاعت الليمف والفيزلز بتاعت الليمف وخواصهم، وايه وخواصهم. ان الكابيلاريز ديت افتكر ان هي كانت ثين، خلاص، كانت وايد، ومع ذلك كانت فالفلس، ما عندهاش فالفات، ماشي الكلام كده. بينما الليمف فيزل لا ده باش عنده فالفات، ماشي الكلام كده، ماشي الكلام. بس يا سيدي انا كده خلصت المحاضره، اتمنى تكونوا استفدت، ما اكونش طولت عليك. كان معاكم اخوكم اسلام صبح، شكرا جزيلا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.